لقطات مؤثره مع يعني. احترامي هرجع اقول تاني المعلقين ما شاء الله. ايه مش عاجبك المعلقين؟ لا هيسمع بس. محمد الشاذلي انا بحبه جدا. هو كان هو اللي بيعلق النهارده ما اعرفش. تمام. اراهن وانا بقول لك اهو، وانا عارف انا بقول لك ايه قدام الشاشه. اراهن لو الجون الثالث لو كان النادي الاهلي هو اللي عليه ضربه الجزاء وعليه القلق وجات جون وسيراميكا جاب الثالث، لا عمرك كنت هتقول المقوله دي ادي الثالث عشان ما حدش يقول لك في شك في ضربه الجزاء. هو قال كده؟ وانا بقولها لك. خد بالك اراهن انك تستحاله تقول كده. يا جماعه خلي عندنا ضمير شويه. انا لا مع ده ولا مع ده، الناس بتعرف. الناس بس اقول لك حاجه بصراحه يا كابتن وائل، مع احترامي يا شريف ما ينفعش تيجي تقول لي استنى. هو راح لحته ثانيه دلوقتي خالص. ما ينفعش يا شريف جون جاي في الدقيقه 64 انا سمعتها وضربه جزاء من وجهه نظري انا مضحكه. تمام. وتيجي في الدقيقه 96 لما يجي هدف ثالث تقول لي ادي الثالث عشان ما تقولش ضربه الجزاء فيها شك. لا حضرتك لازم تعرف ان في الدقيقه 96 غير الدقيقه 64 لو الجون ده ما اتحسبش النادي الاهلي ما كانش هيروح بفرصه. بدليل مع احترامي النادي الاهلي ادى اداء كويس، لكن لما تيجي تبص على الفرص النادي الاهلي اول فرصه ليه هي الهدف في الدقيقه 37. النادي الاهلي تاني فرصه اللي هي المفروض بوجهه نظري مش هدف الدقيقه 64 هو الهدف الثاني. النادي الاهلي اول حاجه ليه في الدقيقه 96. ماشي يا كابتن وائل بس تختلف اكمل وجهه نظري. طيب ما وصلش لا استنى بس ما ده الهدف بتاعي ان انا اوصل واجيب جول ده هدف. طيب هفهمك افهم وجهه نظري للاخر. في الدقيقه 64 لما جه الهدف وهو مشكوك فيه حلو كده في ضربه الجزاء، طبيعي في الدقيقه 96 فرقه بتلعب النادي الاهلي وعايزه تتعادل طبيعي ان انت مرتده تبقى خطر، لكن هات لي في سير المباراه النادي الاهلي ضيع فرصه. يعني انت عايز تقول ان الاهلي اتجامل النهارده؟ لا هقول لك انا امير ولا انت لسه بتعلق على موضوع لا بعلق على التعليق وبعلق على التوقيتات عشان نبقى بنتكلم بمنتهى الامانه. وبعلق بس عشان تكمل بعلق على التعليق ان ده لو عكس يعني خليك مع امير او شريف معلش ويا ريت ترد بامانه. ماشي. لو النادي الاهلي جه عليه ضربه الجزاء دي اللي انا ساعتها كنت اقول برضه مش ضربه جزاء ومضحكه وجه الهدف الثاني في الدقيقه 94، لو سيراميكا جاب هدف في الدقيقه 96 كان يجرؤ المعلق لا يقول لا يقول عمره ما هيقول كده. ولو في ماتش الزمالك ما كانش هيقول كده ولا الزمالك يقدر يقول. عايز اقول لك حاجه يبقى يا جماعه لازم نراعي ضميرنا. طيب. لانك انت عارف الازمه انا ما بحبش اعلق ابدا على حد من زمايلي للامانه خالص سواء المعلقين او المذيعين. والله العظيم حاجات بس بتستفيد والله حاجات بتضايقني. المشكله اللي احنا كلنا ملاحظينها ان بقى المعلقين البعض منهم بيلعب على وتر الجمهور بالزبط. جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، فده بيخلق نوع من انواع الشحن والتعصب دون درايه. ده يمكن الملحوظه من وجهه نظري انا اللي بقولها، لكن برضو انا مش بعلق بالسلب على حد على قد ما هي ملحوظه، لان في الاول وفي الاخر هم كلهم زملاء لينا. اتفضل. انا بقول ملحوظه على فكره. انا فاهم. هي برضو نفس او لو حتى بتقيم حقك هي النقطه دي مهمه جدا. يمكن الكابتن وائل اتكلم فيها. انا برضو في ماتشات زمالك كتير ببقى بسمع المعلق. فعلا هو محايد جدا للفريق دايما الفرق الجماهيريه صاحبه الشعبيه الكبيره. اهلي زمالك اسماعيلي ماشي اتحاد مصري في يعني تحيز كبير. خلاص ده واضح على فكره على المستوى العام. شوف دي عدم احترافيه مش اهلي وزمالك بس على فكره. هو كل الانديه وفي اتجاه كده دايما هو بيقول ايه انا مع الفريق الجماهيري. فبيبقى دايما في الحته بتاعه الفرقه دي. فدي نقطه يا ريت ناخد بالنا منها يبقى في مصداقيه عشان برضو المشاهد يقدر يستمتع باللقاء.